السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد رئيس المجلس الجماعي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد ممثل رئاسة المجلس الجهوي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كذلك السيد ممثل رئيس جامعة عبد الملك السعدي، السيدة رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السادة رؤساء الجماعات كل من جماعة مدينة العرائش وجماعة قروية بالسواكن، السادة أطر مجلس جهة تطوان، الضيوف الكرام، الهيئات وفعاليات المجتمع المدني. طبعا اليوم نجد مدينة القصر الكبير سعيدة وفخورة كل الفخر في أن تتواجد داخل هذا الصرح العلمي من أجل تنظيم أو المشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث، ألا وهو الأيام الدراسية، حول موضوع علمي فرض نفسه بقوة على الساحة الدولية وأضحى حديثا، وكل الأحاديث سوف تنطلق من هذا الموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم وسوف نتدارسه في هذه الأيام، الذكاء الاصطناعي. وقد أصبحنا لم يكن في أيدينا الخيار حول هذا الذكاء الاصطناعي، فرض نفسه بقوة وأضحى قوة وغزا جميع البيوت وغزا الكوكب الأزرق. إذن إلى أي حد ما سوف نستغل هذا الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن وفي خدمة البيئة. أيها الحضور الكريم، أدعوكم للوقوف احتراما لترديد النشيد الوطني كمدخل لهذه الأيام الدراسية. بشعار الله الوطن الملك نعلن عن افتتاح هذه الأيام الدراسية، وطبعا هي منظمة من طرف الهيئة الاستشارية مع فعالية المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان، وتستحق منا كل التقدير والاحترام على هذه المبادرة. طبعا هذه المبادرة هي بمباركة وبمشاركة ومساهمة مجموعة من الشركاء على رأسهم جماعة القصر الكبير مشكورة كل الشكر، كذلك المجلس الإقليمي بالعرائش مشكور كل الشكر كذلك في شخصه السيد عبد الحكيم الأحمدي، ورئاسة جامعة عبد الملك السعدي. فتحية كبرى لهؤلاء الشركاء الذين آمنوا بأهمية هذا الموضوع. قبل أن نسترسل في فقرات هذه الأيام الدراسية، دعوني أدعو السيد رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير لإلقاء كلمة بالمناسبة، فيتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا إخوان الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني في الشخص السي عبد السلام الدامون وباقي الإخوة والأخوات اللي سهرنا على هذه الأنشطة الثقافية بامتياز.
الشكر موصول كذلك للمجلس الإقليمي لعمالة العرائش، كذلك مجلس جمعية العرائش، الإخوان والأخوات اللجنة المنظمة، كذلك تم الإغفال على واحد المقامة كبيرة هو رئيس المعهد الوطني للتجارة والسير الأنسيجي السي أحمد المغني. ما عرفتش أنا اللجنة كيفاش غفلت على السيد يوسف هاد المرة بقى وحدي ما عرفتوش واش كانت الدنيا شكوا على ذلك. سبق حضرت معاه في جوج ديال المرات ولا ثلاثة ديال حفل التخرج. مرة كان معنا وزير التجارة، جوج مرات معنا وزير التجارة والصناعة. المهم التخرج اللي كيكون عند الصحوة في المدرسة خاصكم تبقاو تحوروا فيه، تشوفوا الكم والنوع والحضور. كيكونوا مقطرة مكتسحين، يسمحوا لي تطوان وطنجة والضيوف معنا يعطي الله البركة. قطرة وحضرين ومتفوقين. هذا الشيء اللي جميل في هذا المجال ديال التجارة والاقتصاد، هو كاين إقبال كبير. بس أحمد أنا دائما ملي كيعيط لي خايف يكون عندي شي التزامات كنلغي جميع الالتزامات وكنحضر، لأن ديك التخرج ديك المدرسة هذيك عنده خصوصيات. اليوم السادة الأساتذة كنشوف الطاولة الأمامية والخلفية ملأ بالقامات العلمية، السادة الأساتذة اللي شرفونا. كنشكر الطلبة المنورين وقل رب زدني علما. اللي نقول لكم دائما عندكم تفرزوا هذه الفرص. بالامس سيمانه اخرى كان معنا السي العميد ديال فاس وزلافه، راجل قد الدنيا، وكانوا الاساتذه عظام كبار، وكانت فوائد كبيره. للاسف رغم كان الحضور ما خصناش نضيعوا هذه الفرص بحال هذه. كان الحضور ولكن خص يكون كثار. علاش؟ لان هذه المجالس العلميه الاخوان والاخوات لا تقدر بثمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، اللي يشوف طريق باش يتعلم سهل الله له طريقا الى الجنه. واحد يبقى يصوم ويصلي ويصدق والله مش يدخل، واحد عيد قصد قال انا غادي نمشي نتعلم العلم. النبي دخل واحد البلاصه يجبر ثلاثه حلقه الذكر والقران والعلم، مشى للعلم. قال لك بالعلم غادي توصل القران وصل الحديث وصل هذه وصل، لان العلم هو كل شيء. خصنا نتعلموا الاخوه. حنا هربنا هربنا الترند، ولكن انتم الخلاف، انتم الركائز. تفضل سي رئيس رئيس جماعه السواكن. اللي غدا غادي نكونوا عنده ضيوف في الجامعه ديالو، غادي يكون كذلك سمع ندوه علميه ياك تدام وغنتغداو تما. ما كنعجبنا الغداء. اليوم راه عملت لك البيصره، قلت لها دار البيصره لان انت الحوت شي يطلع لك الوزير. ولذلك اخوان حنايا بالنسبه لنا كجماعه اقتصاد كبير، نحن دائما ايادي ممدوده وراهي اشاره، وما عندناش شي اشكال مع هذه الجلسات. بالعكس كنحتضنوها وكنديروا ما في وسعنا باش نوفروا الظروف ديال هذا العلم والتعليم. وغادي نخصم بواحد الفئه اللي هي المشعل. كنشوف السي كماشين والاخت منونه والسي السماعي وواحد العدد ديال المواقع الاعلاميه اللي هما النواه اللي توصلوا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هما الان اللي كيوصلوا للجهه الخلفيه. ولهذا علاش حنا الاخوان دائما كنخصموا المواكبه ديال هاد الاعلاميين باش كيبلغوا الرسائل وكيبلغوا هذا الشيء اللي عند الساده الاساتذه. راه الاخوان راه الوقت يمشي، راه غالي. اللي ما تعلمتيش منه اليوم ما غتلقاش غدا. باش يجيك عند كليه من مراكش او من طنجه او من تطوان او من فاس باش يعطيك معلومه. العكس ما كنقول منه هما كيمشيو يقلبوا على العلم.
كيمشي شهور وعاد العكس القريب كان الطالب كيعمل له على ظهره وكيخمش من دوار كيمشي لهاد الجامعه كيقول له ما عنديش ولدي فين جلس، لان عندنا ديك الحجرات الصغيره الطلبه اللي كيقراو موجودين، اسمح لنا عاود يمشي لمدرسه اخرى ندوار اخرى عاود يجبر الدنيا عامره عاود يمشي ندوار كيقلب حتى كيستقر. حنا اليوم ما كلشي موفر، مدرجات هنا كليه الحمد لله دابا قريبا على الابواب تفتح الدخله ديال القصر الكبير، حنا محظوظين. وعندنا عاود الحظ اخر هو ديال الاكاديميه محمد السادس كره القدم اللي عندكم في القصر الكبير، وباقي عطي غنكتفي بهذا القدر. واليوم هذا الذكاء الصناعي او هذا ما يسمى بالعالم الازرق اللي انا كلشي كيشتغل عليه وغادي فيه جامعه القصر الكبير كانت رقم 7 في القضيه الرقمنه. 1504 جامعات شنو نزور الاولى شي واحد ما كتعجبنيش. القصر الكبير هو الاولى في الجهه ورقم 7 قدامه، حنا الاولى في الجهه ماشي تطوان ماشي طنجه، حنا ورقم 7 وطنيا. الانخراط التفاعل مع الرقمنه وحل وناقش والجعبه ديالي عامره، ولكن عم تحت فرصه الاخوان والاخوات حتى انا خصني نسمع شويه، وإلا ما بقيتش معكم باش نمشي معاهم ونرجع. تبارك الله عليكم، صباحكم مبروك، السلام عليكم. شكرا السيد محمد سيمو رئيس جامعة القصر الكبير. نرحب بالسيد رئيس جامعة السواكن. للإشارة فقط السيد رئيس المجلس الجماعي، فنحن لم نغفل السيد الدكتور أحمد مغني، فهو ممثل جامعة عبد الملك السعدي ومجدول عندنا في البرنامج لإلقاء كلمة بالمناسبة، فتحية خاصة من هذا المنبر. سي يوسف، جامعة عبد الملك السعدي شتي شحال من الدكاترة هنا، جسم واحد، هذا جاي يمثل المعهد الوطني للتجارة والتسيير، ولكن ينتمي إلى جامعة عبد الملك السعدي، لا ننكر ذلك، صافي. ما يقريش في تطوان ولا في طنجة، كيقري عنده هذا مدير جهوي، عنده مؤسسة، صافي. شكرا مرة أخرى للسيد محمد سيمو رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير. وطبعا مرة أخرى ترحيب وكل الترحيب للضيوف الكرام، خصوصا لمن أتوا من مدن بعيدة عن مدينة القصر الكبير وتعبوا مشاق السفر. القصر الكبير واحة خصبة لهؤلاء الأطر وهؤلاء العلماء الذين سوف يغنون إن شاء الله هذه الأيام الدراسية، فالقصر الكبير ترحب بكم دون استثناء كلكم إن شاء الله. الآن الحضور الكريم كلمة للسيد رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الحكيم الأحمدي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد ممثل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة السواكن، الأساتذة والدكاترة المحاضرين، فعالية المجتمع المدني، عضوات وأعضاء الهيئات الاستشارية بمختلف جماعات هذه الجهة، الطلبة والطالبات، الحضور الكريم، فعاليات الإعلامية كل باسمه وصفته. يشرفني أن أتواجد في افتتاح هذه الأيام الدراسية التي نشكركم على اختيار إقليم العرائش ومدينة القصر الكبير لاحتضان هذه الأيام الدراسية، وأحييكم على اختيار هذا الموضوع لأنه اختيار موفق. فالذكاء الاصطناعي ارتبط دائما بالنظرة السلبية والنظرة الأفقية لمجموعة من الفعاليات التي تحذر من سلبيات هذا الذكاء الاصطناعي،
لكن اليوم لا مناص لنا ولا مفر لنا إلا أن نتعايش مع الذكاء الاصطناعي وأن ننظر إلى الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي خدمة للصالح العام وخدمة للمجتمع في مجموعة من المجالات. وأخص بالذكر المجال الذي تم الاختيار ديالو هو المجال البيئي اللي كيعكس التنمية المستدامة، اللي كيعكس دائما يعني أي بيئة اللي يمكن نخليوها للأجيال اللي جاية، وليداتنا ووليدات وليداتنا. لذلك يمكن الذكاء الاصطناعي أنه يلعب أدوار إيجابية في المجال ديال البيئة، في المجال ديال التنبؤ من الكوارث البيئية، في المجال ديال النقل، وكاين مجموعة من البرامج اللي كتسهل العملية ديال النقل في واحد العدد ديال المجالات، في المجال البيئي، في المراقبة ديال الهواء، في واحد العدد ديال الإشارات اللي يمكن نسمعوها بتفصيل وبتدقيق من السادة المحاضرون كل واحد والاختصاص ديالو. فما علي إلا نشكركم جميعا، ونتمنى من مخرجات هذه الأيام الدراسية أنها تكون مخرجات إجرائية عملية يمكن تشكل ذيك اللبنة الأولى للانطلاق إلى العمل وإلى الفعل. فمثلا السياحة المستدامة ومجموعة من المواضيع التي لا نختلف فيها ويكون فيها إجماع، الجميع يؤمن بأهميتها، ولكن ذيك الخطوة الأولى هي اللي كتكون ناقصانا. وبالتالي كنقترح وكنوصي حتى أنا كنقدم التوصية باش تكون المخرجات ديال هذه الأيام الدراسية هي ديك الإجراءات العملية اللي خص الفاعلين سواء المجتمع المدني سواء الجماعات الترابية أنهم يبدأوا بالأجراء العملية ديالها مباشرة من بعد النهاية ديال هذه الأيام الدراسية. أتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد عبد الحكيم الحمادري رئيس المجلس الإقليمي العرائش. الكلمة الآن للسيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد رشيد القراب، فليتفضل. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد رئيس المجلس الإقليمي للعرائش، السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، السيد رئيس جماعة القصر الكبير، السيد رئيس جماعة سواكن، السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته. في البداية لا يسعني ونحن نفتتح أشغال هذه الأيام الدراسية الفريدة حول دور الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن والنظام البيئي والوقاية من الكوارث إلا أن أعبر عن غامر سعادتي بهذه المبادرة المحمودة التي تجمع ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين المدنيين والترابيين الذين يمثلون العديد من المؤسسات الوطنية والجهوية من أجل إنجاح هذا الحدث الفكري الهام، وعلى رأسهم جامعة عبد الملك السعدي برئاستها الموقرة وأساتذتها الأفاضل وطلبتها الباحثين النجباء. أيها الحضور الكريم، لي عظيم الشرف بأن أكون معكم اليوم برحاب ملحقة القصر الكبير للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش كفضاء أكاديمي للتفاعل المنفتح والتناظر العلمي الرصين عن أهمية الذكاء الاصطناعي في التخطيط للمشاريع التنموية والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستشراف الذكي لآفاق المستقبل. فالتغيرات المناخية التي صارت الأرض ترزح تحت وطأتها صارت لها عواقب خطيرة تمس حياة الملايين من البشر في عالم يواجه الندرة وضغوط الديموغرافية ويعرف الصراع الحاد على الموارد، وهي كلها إلى جانب مخاطر أخرى تشكل أمام صانع القرار الوطني والترابي تحديات جمة على درجة عالية من التعقيد والشمولية. إننا نواجه فعلا تهديدا شاملا يمس الوجود البشري برمته، فالتغيرات المناخية واحدة من أخطر الأزمات التي يتسم بها عصرنا، وإذا استمرينا في السير على هذا النهج الحالي يقول العلماء إن النتائج ستكون مدمرة ووخيمة، وستكون لها آثار خطيرة على فضاءات العيش وعلى كيفية زراعة الغذاء والخدمات الأخرى المهمة لرفاهيتنا. فزيادة درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في موجات الحرارة المفرطة بما تسببه من حرائق في الغابات، وزيادة أيضا بعشرات أضعاف في فترات صيف القطب الشمالي التي تخلو من الجليد. أيها الحضور الكريم،
كما أن التغيرات المناخية تضرب الآن بقوة في كل الجغرافيات وعلى امتداد جميع القارات، فهي تعطل الاقتصادات الوطنية وتؤثر في الحياة الإنسانية كما عرفناها وتعودنا عليها منذ زمن بعيد، وتكلف الأفراد والمجتمعات والبلدان تكاليف باهظة وأموال طائلة تتعاظم مع الوقت وتلقي بظلالها السوداء على المستقبل. لكن هناك أمل وهناك حلول مبتكرة رائدة وميسورة التكلفة وقابلة للتوسعة ومتاحة لتمكين البلدان من الانتقال إلى اقتصادات أكثر ذكاء ونظافة ومرونة. وهنا تكمن الأهمية الكبرى لهذه الأيام الدراسية، فمناقشتكم الرصينة وخلاصات أبحاثكم العلمية وتوصياتكم ستساعد دون شك على رفع إيقاع هذا التغير الإيجابي في مسعانا الجماعي كمغاربة للتكيف مع هذه التحولات البيئية والمناخية الحادة. كما أن تركيزكم على موضوع الذكاء الاصطناعي هو اختيار موفق في سياق عالمي يتسم بالتسابق المحمود على الاستفادة القصوى من منجزات الثورة المعلوماتية في كافة مناحي الحياة. ويبقى الهدف الأسمى هو تمكين صناع القرار الرئيسيين في القطاعات الحكومية والمستويات الترابية وقطاع الأعمال ومجالات البحث العلمي والأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني من تنسيق العمل سويا لتسريع هذا الانتقال الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في رصد التلوث ومراقبة جودة الهواء والمياه. وفي الختام فنحن على يقين أن هذه التظاهرة الهامة حول جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والبيئة وأهداف التنمية المستدامة ستحقق الأهداف المنشودة وستكون إحدى الأحداث العلمية المتميزة خلال هذه السنة، وذلك بفضل المجهودات النبيلة والنوايا الطيبة والإرادات الحسنة الملموسة لدى كل الفاعلين الوطنيين والترابيين وانخراطهم الفعال في تنزيل الأوراش الكبرى لحماية البيئة والانتقال الرقمي والتنمية المستدامة والتحديث الشامل التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفقنا الله جميعا لما فيه خير لأمتنا المغربية وللإنسانية جمعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا جزيلا للسيد ممثل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد رشيد الركراك على هذه المداخلة القيمة. الآن كلمة رئيس جامعة عبد الملك السعدي يلقيها بالنيابة السيد الدكتور أحمد مغني مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. في البداية أود أن أشكر السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على عنايته الخاصة وترحيبه الدائم بمسؤولي الجامعة، وعلى رأسهم مسؤولي جامعة عبد الملك السعدي. نشكره باسمنا جميعا وباسم أساتذة وأطر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التي أمثلها اليوم وأمثل كذلك رئيس الجامعة. كما أود أن أشكر الجهات المنظمة والتي أعلموا المجهود الكبير التي تبذله من أجل تنظيم مثل هذه الملتقيات، ولي الشرف أن ألتقي هذا الصباح بزملائي الأساتذة بأطيافهم وبتخصصاتهم المتعددة. فلا بد للجامعة أن تكون حاضرة في جميع الملتقيات كيفما كان الموضوع، لأنه لا يمكن لبلادنا ولأي بلد كان أن يتقدم دون أن يرفع من مردودية رأس ماله البشري وأن يعتني بشبابه الواعد وأن يمكنهم من تكوين يلبي حاجيات سوق الشغل دون أن ننسى حاجيات المجتمع بصفة عامة، لا على مستوى القيم
وعلى مستوى كذلك ثقافتنا المغربية الأصيلة. أود كذلك بهذه المناسبة أن أحيي رؤساء المجالس الإقليمية والجهوية وممثليهم، وكذلك السادة المنتخبين والبرلمانيين الحاضرين معنا، ممثلي كذلك الإعلام المحلي. أود كذلك أن أشكر على الخصوص الطلبة والطالبات الحاضرين معنا هنا، وكذلك الجميع الحضور كل بصفته وكل بالاحترام اللائق به. اسمحوا لي حتى لا أطيل عليكم أن أبلغكم تحيات رئيس جامعة عبد الملك السعدي الدكتور بوشت الممني، الذي تعذر عليه الحضور نظرا لالتزامه الطارئ هذا الصباح. بالنسبة لمداخلتي سأكون بطبيعة الحال سأكون جد مقتصد في التدخل، نظرا لأنه الموضوع يطرح سؤالا مهما: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم المواطن والنظام البيئي ويجنب الكوارث؟ الذكاء الاصطناعي كما تعلمون هو يعني معطى دولي ومعطى كذلك وطني، وله كما جاء في مداخلات السابقة فوائد عديدة. إنما على مستوى الجامعة وعلى مستوى التكوين لا أظن أننا بإمكاننا استعماله واستغلاله بشكل جيد دون أن يكون التكوين الجامعي على الخصوص ملما بهذا المعطى. أي لا بد لنا على مستوى التعليم العالي أن ندمج هذا المعطى، أي الذكاء الاصطناعي، في برامجنا التعليمية. وأعطيكم على سبيل المثال أن الذكاء الاصطناعي حاليا يمكن الطالب من تدريب افتراضية، هي في الحقيقة افتراضية ولكن مرتبطة بالواقع، وبهذه الطريقة تمكن الطالب من التدريب من التكوين ولكن في بيئة آمنة. هذا على سبيل المثال. على المستوى البيئي كذلك، إذا كان الرأس المال البشري مكون بطريقة جيدة ويلم بهذه التكنولوجيا، فلا بد أنه في هذا المجال سيكون عنده فائدة كبيرة. في الأخير دون أن أطيل عليكم، أشكر اللجنة المنظمة بالاختيار هذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله في الندوة المقبلة أن تختاروا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. أهلا بكم إن شاء الله. السيد الرئيس، شكرا جزيلا وتحية طيبة. الله عليكم. شكرا للسيد الدكتور أحمد مغني مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة على هذه الكلمة. الحضور الكريم، أترككم الآن مع السيد محمد زقال رئيس جماعة السواكن فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيدة المديرة للهيئة الاستشارية لجهة طنجة تطوان،
الحسيمة، السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، السيد نائب رئيس المجلس الجهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد البرلماني ورئيس المجلس البلدي السيد محمد سيمو، السيد رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الحكيم أحمدي. أيها الحضور الكريم، باسم جماعة ترابية سواكن، ساحة معركة وادي المخازن المتميزة بخصوصيتها المحلية الجغرافية والتاريخية، نرحب بالسادة الأساتذة والطلبة الباحثين وكل الفعاليات المشاركة والمساهمة في تنظيم هذا اليوم الدراسي العلمي بهذه المدينة العريقة والمجاهدة، حيث لا يمكن لنا الحديث عن الجماعة الترابية سواكن دون ذكر القصر الكبير. وحتى لا أطيل، نطمع من خلال هذين اليومين الدراسيين الخروج بتوصيات وخلاصات هامة تترجم في الواقع ونستفيد منها في تنمية جماعتنا التي في حاجة إلى كل المبادرات. ونشكر، وفي الختام نشكر رئيس الجامعة ديال جامعة عبد الملك السعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم غدا بالجامعة ديالنا الترابية السواكن. شكرا سي محمد زقال رئيس جامعة سواكن على هذه المداخلة وعلى الدعوة كذلك. الحضور الكريم، الآن كلمة للجهة المنظمة، كلمة للسيدة رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة نزهة اللوزاري، فتتفضل مشكورة. السلام عليكم، صباح سعيد للجميع. السيد رئيس المجلس الإقليمي للعرائش، السيد رئيس بلدية جماعة القصر الكبير المحترم، السيد ممثل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد ممثل جامعة عبد الملك السعدي ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، السيد رئيس جماعة سواكن، السيدات والسادة، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لقدره، الحضور الكريم. اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي بهذا الملتقى العلمي المتميز والمسؤول الذي يقام بهذه المدينة العريقة الضاربة في عمق التاريخ، والتي أنجبت للمغرب والمغاربة علماء وعالمات، كتاب وكاتبات ومبدعين ومبدعات، ساهموا بشكل كبير في نشر الوعي بين المغاربة وفي ارتقاء العلم والمعرفة والفنون بينهم، كما تركت بصمات عميقة في مجال الإبداع والتميز وسط المثقفين والفنانين وغيرهم، كالمفكر والكاتب الكبير والشاعر الخمار القنوني والفنان والموسيقار والملحن الكبير عبد السلام عابر وغيرهم كثير. أيها الحضور الكريم، يجمعنا اليوم موضوع كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم المواطن والنظام البيئي ويجنب الكوارث، وهذا الموضوع أعتبره بالغ الأهمية، لأن الإدارة العمومية بالمغرب عرفت انتقالاً رقمياً ملموساً ومتطوراً من خلال إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتسيير الحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز المصادر الإدارية، وبالتالي أصبح موضوع اللقاء ذو قيمة عالية للاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية في المجالات الاجتماعية كالتعليم والتكوين المهني والصحة والرعاية والتصدي للإقصاء الاجتماعي، وكذلك في المجالات الاقتصادية كإنعاش الشغل والاستثمار وتحصيل الضرائب
وحوكمة التدبير المالي وغيرها من المواضيع الأخرى. كما أسفرت مختلف الاستراتيجيات المتخذة بالمغرب عن تسريع التحول التنظيمي للمرافق العمومية وتزايد وتيرة رقمنة المساطر الإدارية ونزع الصفة المادية عنها. أيها الحضور الكريم، إن اعتماد اختيار رقمنة طبع العديد من الأوراش الإصلاحية التي مكنت من تحقيق العديد من المكاسب، سواء على مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة، أو على مستوى تعزيز فعالية الإدارة والرفع من نجاعتها. إلا أن الذكاء الاصطناعي كخطوة متقدمة لتكنولوجيا الرقمنة يمكنه أن يطور أفضل هذه المكاسب ويعزز أكثر فعالية الإدارة. إن الذكاء الاصطناعي أصبح ثورة في مجال تحديث الإدارة وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن، كما أنه أصبح وسيلة من الوسائل المبدعة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتقليص من أضرار التغيرات المناخية واجتناب الكوارث. لهذا نعتبر أن اختيار موضوع اللقاء كان موفقاً بامتياز، كما أن الورشات اختيرت بدقة متناهية. أتمنى التوفيق لهذا الملتقى، كما أتمنى من خلال تدخلات المتخصصين والخبراء ومن خلال المناقشات الجادة والمسؤولة أن نصل إلى مخرجات تنير لنا الطريق للعمل على الإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى نقدم للمواطن خدمات جليلة تتماشى وطموحات وانتظارات المغرب والمغاربة. وفي الأخير اسمحوا لي أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل شركائنا في هذا الملتقى، وأخص بالذكر رئيس المجلس الإقليمي لإقليم العرائش، والسيد رئيس جماعة القصر الكبير، والسيد رئيس جامعة عبد الملك السعدي، والسيد رئيس جماعة السواكن على الدعم اللوجستيكي الذي قدموه لإنجاح هذا الملتقى. كما أشكر جميع عضوات وأعضاء هيئتنا الموقرة وعلى رأسها السي عبد السلام الدامون على المجهودات المقدمة لإنجاح هذا اللقاء. والشكر موصول كذلك لجمعية التراث والتنمية والمواطنة في شخص رئيسها الدكتور عبد الوهاب ابن الحبيب على المجهودات التي قدمها لإنجاح الجانب العلمي والأكاديمي لهذا الملتقى، ولتهيئ الأرضية والبحث عن المتدخلين الخبراء والمتخصصين الذين آتونا من مختلف جهات المغرب. وفي الأخير أخبر جميع رؤساء الجماعات الترابية أن هيئتنا الاستشارية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة هي رهن إشارتهم في أي مبادرة أو عمل تشاركي جاد يصب في مصلحة المواطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا، كل الشكر للسيدة رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيدة نزهة الوزيري. الآن أيها الحضور الكريم أدعوكم على بساط التقدير والشكر والامتنان في فسحة مع السيد عبد السلام دامون من أجل تقديم شواهد ودروع للمشاركين والمتعاونين في هذا الصرح العلمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. شكرا سي يوسف رئيس هذه الجلسة الافتتاحية، رئيس الهيئة المساواة ومقاربة النوع بجماعة القصر الكبير، وهي هيئة نشيطة جدا نفتخر بالكفاءة وكذلك بالعمل التشاركي المتميز الذي استطاعت الهيئة أن تقوم به من خلال تأسيسها وتفاعلها مع برنامج عمل الجماعة وكذلك طريقة الاستماع والتواصل مع الساكنة. شكرا لك سي يوسف على التسيير المحكم لهذه الجلسة.
كالعادة نحن لما كنخرجوا للحوار والتشاور في أي إقليم دائما كتكون عندنا واحد الردود فعل مباشرة، واللي هي أننا نعيد تقرير وكذلك رأي استشاري في الموضوع كنرفعوه إلى مجلس الجهة للأخذ به كذلك، وكذلك لبلورته في برنامج عملنا اللي صادقت عليه وزارة الداخلية مؤخرا، والذي يعتبر الآن حيز التنفيذ. فهنيئا لجهة طنجة والحسيمة بالمصادقة، لأن المصادقة تعني التنزيل 100% لهذا البرنامج. وحضور هذا معنا أطور ديال الجهة، وكذلك السيد نائب رئيس الجهة واللي هو كيمثل الصوت المدافع والمترافع عن إقليم العرائش في هذا المنبر. فأقول لكم بأن كل التوصيات اللي غنخرجوا بها من هنايا، المخرجات ديال هذا اللقاء غتكون مرفوعة إلى رؤساء الجماعات الترابية على رأسهم السيد رئيس الجهة، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس جماعة القصر الكبير، وجامعة عبد الملك السعدي، لأنها تشتغل على تنزيله في إطار مجموعة من الشعب ذات الصلة بذلك. وأنا أقول في كلمة مقتضبة على أن هذا اللقاء ما كان أن ينجح ما غنشكرش اللي جالسين في المنصة. كنطلب تصفقوا على راسكم انتم، لان انتم نجحتوا بالحضور ديالكم، المجيء ديالكم، السهر ديالكم. كاين اللي خرجوا ب 6 الصباح، كاين اللي خرجوا ب 5 الصباح من الرباط اللي جاونا من فاس، وكذلك جاو الاخوان الاخرين من اماكن اخرى. مشكور الدكتور عبد الوهاب الحاج، نجحتي الامتحان. ومشكور الدكتور 10/10، ومشكور الدكتور محمد الحراق رئيس لجنة البحث العلمي والتعليم العالي بالهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، هو الآخر نجح في الامتحان. فكنظن بأن نبدأ من الناجح الأولين اللي نجحوا الامتحان هو السي محمد السيمو اللي شبر بكر اليوم معنا. تفضل سي محمد. هذا واحد شهادة الاعتراف بالجماعة. هو قال حصلوا على الدرجة 7. لا خليك تما سيد رئيس، حنا نجيو عندك. هو قال حصل على الدرجة 7. وأنا أقول في مدة صغيرة مدينة القصر الكبير تغيرت. في مدة صغيرة رأينا مجموعة من الأوراش. تكلم عن مركب أو مدرسة كرة القدم، تكلم على القاعة المغطاة، ما قالش على مجموعة الأوراش، محطة المعالجة، واحد مجموعة ديال الأوراش كبرى. ولكن هذا التنزيل ما كان أن يكون لولا السياسة الحوار والتشاور. هي السياسة الآن اللي مطلوب على الجماعات الترابية النهجة. فلكم منا ألف شكر السيد الرئيس. كنشكرك السيدة رئيسة الهيئة، وهي شهادة وبنت القصر. غادي نكرم اسمع السيدات كلمة من عفسة معاه. كذلك هناك درع للهيئة غتقدم كنطلبوا يبقى في المكتب ديال السيد الرئيس تذكار لأول زيارة ديال الهيئة. السيد الرئيس اسمح لنا السي الرئيسون. شكرا السيد الرئيس. والآن كذلك مع شهادة أخرى لرجل كذلك شاب ومتواصل، تواصلنا معه بالهاتف لأول مرة وقال كلمة واعتبرناها كلمة مهمة جدا. قال مرحبا بكم العرايش القصر كل شيء ديالكم. وهذه الكلمة بقات فينا. هو السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة العرائش اللي كنفتخروا بالدعم ديالو، السي مصطفى بن يعيش عضو مجلس الهيئة ورئيس اللجنة ديال. تفضل سي مصطفى بن يعيش، هو قصري ديالكم، صدقوا عليه، وعضو معنا في الهيئة. سي مصطفى بن يعيش من الفعاليات الكبيرة ديال القصر الكبير. كذلك
اللي ما كيشكرش المدبر ديالو واخا رئيس ديالنا السي عمر مورو، لان اشتغل معنا بجديه، انفتح معنا وحل ابواب. لان بزاف الناس كيقولوا لا الهيئه هي الدور ديالها انها تجي تصفق على رئيس الجماعه. لا، انا اقول لكم اخوان الهيئات، الابتكار، فنحن نتكلم على الذكاء الاصطناعي. الابتكار هو انكم توجدوا من راسكم ارضيه للنقاش. ما تنتظروش الجماعات تعطيكم الاشتغال الهيئات هو الابتكار. نبحثوا عن اليات تجويد برنامج العمل، كيفاش نتمنوا المردود ديال الاستماع والتواصل مع الساكنه، وكيفاش ننزلوا مجموعه المشاريع. هذا اللي كتقوم به الهيئه الاستشاريه، لان رئيس جهه طنجه تطوان الحسيمه سي عمر مورو عطانا هذه الاليات وعطانا هذه الاليات الاشتغال، وكذلك الامكانيه. كنطلبوا من السيده الرئيسه عاود الشهاده هي الاخرى للسي رشيد وكذلك درع الهيئه. انا غادي نجاوب على السي احمد مغني ونقول له بان طلب منا ان او لا تقالت بان الباب ديال المدرسه الوطنيه محلوله. فاحنا كنقول لك عندنا في البرنامج العمل ديالنا لقاء في المدرسه الوطنيه غادي يكون 2024، واللي غادي يكون حول البيئه والتغيرات المناخيه. غادي يكون واحد الاشتغال اللي كترأسو السيده سعاد باهي، هي اللي غترأس هذا اللقاء، هي اللي كتنظم وغتنظم الارضيه ديالو قريبا، وغنشتغلوا معاك ان شاء الله. وغيكون عندنا الفخر وكبير الفخر الاشتغال مع قامه كبيره مثلكم السهم. بارك الله فيك. السيده رئيسه هذه احمد. كذلك الشكر موصول الى، حنا دابا غنشكروه، هو كنا نشكروه حتى الغدا، ولكن منين عرض علينا بالغدا باش يزيد يتهلا فينا. انا هادشي كنعملو الصالح ديالكم. لا دابا السواكر. كنطلب كذلك من الاخت سعاد باهي تفضل معنا. اخت سعاد باهي، راك نجحتي يا سيد الرئيس، نجحتي الشهاده ديالك، تفضل معايا. وتصفيقات على جماعه السواكن. باسم الطلبه والباحثين اللي جاونا من تطوان واللي اشتغلوا بواحد القدره كبيره جدا، وصراحه الاشتغال ديال انا كنقول هذا فريق عمل قوي جدا. كنطلب من جامعه عبد الملك السعدي نيابه عن الجامعه السيد المدير باش تهتموا كثيرا بهذا الجانب اللي كيشتغلوا فيه الاخوات والاخوه، على راسهم المنسق ديالهم اللي كنعتبروا ماشي رئيس الجمعيه ولكن المنسق ديالهم اللي يقدر يجمعوا الدكتور عبد الوهاب الحاج في مجموعه من المجالات اللي متعلقه بالذكاء، ومتعلقه كذلك بالابتكار، ومتعلقه كذلك بالبحث العلمي. ما احوجنا اليه كما قال السيد الرئيس وقال السيد الرئيس المستقلمي، المغرب يعيش تغيرات. المغرب انخرط في واحد المجموعه ديال الاتفاقيات دوليه، التنزيل ديالها صعب جدا. التنزيل كيكون ماشي بالترسانه القانونيه، ماشي بالتوثيق، ماشي بامضاء اتفاقيات، بل بالاستماع الى الخبرات وكذلك الى الاكاديميين اللي كيبحثوا وكينتجوا في هذا الميدان، وعلى راسهم هذا الاشتغال هذا اللي الان حنا كنشتغلوا عليه. كنطلب من الدكتور عبد الوهاب الحاج تفضل معنا واحد الهديه كذلك. شكرا لك دكتور. غادي نكون السي سيمو هو اللي غادي يقدمها له السيد رئيس المجلس
جماعي القصر الكبير، لأن وافتخر فعلا افتخر. شكرا لك دكتور على كل ما قدمت لهذا اللقاء. والله ماني تطوان سابق ذاك السابق وسط الطاول. شكرا. الاعتراف بالأكاديمي دائما كيشرف، لأن نحن في حاجة إلى الخبراء، في حاجة إلى كل من يمكن أن يقدم هذا وذاك. كنطلب كذلك راسك ماشي والسابق ديالي والسابق ديالي باش نخبروا واحد الخبر. وصلت في الحروب كانت في فتيه اللي عندهم فيها 23 مليار ديال هاشم نهار باش نمشي نجيبها. انت تشفيقات على هذه المهمه، هذه مهمه جدا. وختامه لابد من نشكر مسير هذه الجلسه السيد يوسف أمغيت، اللي صراحه سير جلسه بتسير رائع، ولكن ما كرموش على هذا السير، نكرموا على اشتغال الهيئه ديالو وجميع الاخوات والاخوه اعضاء الهيئه، هيئه مقاربه النفع وتكافؤ الفرص ديال جماعه القصر الكبير، واللي كنبشروا من هنايا بان غادي يكون لقاء يوم 19-20 يناير بمدينه طنجه حول اليات تنزيل الديمقراطيه التشاركيه، الحوار والتشاور وتشبيك الهيئات الاستشاريه على صعيد المغرب. غادي يكون في طنجه، فالدعوه مفتوحه السيد الرئيس الى السيد رئيس الهيئه لكي يشتغل معنا في هذا المجال لتتميم ادوار المجتمع المدني قريبا في هذا الشان. كنطلب السي يوسف يلتحق بنا. السي يوسف صافين كنطلب السي شكرا سي يوسف، الله فيك، هذا شرف لينا. شرف. غا واحد الحاجه انا نسيت ما قلتهاش، انا فيا شويه القصر كبير. لا المهم انا فيا شويه مثقفت. المهم كنفتخر اولا كنفتخر بمدينه القصر الكبير، لان عندي فيها واحد تاريخ. عندي حبيبتي كامل هنايا في شارع العائشه القجريه، وهذه الرئيسه ما كنتي كتعرفها الرئيسه ديالي وانا كنقولها لك. وكذلك كتربطني الصله بواحد المجموعه ديال الاخوات والاخوان في القصر الكبير، مجتمع مدني جد نشيط، كذلك ناس بسطاء، ناس دراوش، ناس خصهم غير اللي يسمعوا عليها السي منجح هنا. الناس خصهم غير اللي يسمعوا، هاد الناس دراوش بزاف السي سيمو، الناس ماشي قباح، الناس اقصى القلب ديالهم طيب، ما كيطلبوش بزاف، كيطلبوا غير كرامتهم. وهما كما قال السيد الرئيس هما مخلصين للوطن، مخلصين لمن يقدم لهم الخدمات، ومخلصين اللي عنده الكلمه اليوم كتقطع. هذا اللي كنقول، حنا بغينا منتخبين يكون عندهم الكلمه، يكون عندهم الصدقيه، ويكون عندهم الجرأه انهم يواجهوا. مسلم تعلمنا بزاف الحاجات، حنا اعتبرنا مدرسه ماشي مجامله. انا شخصيا كنعتبر مدرسه، انا من 1992 وانا منتخب، اي 5 المجالس وهذا السادس، ومازال كنبغي نتعلم. ولكن منين بانت المدرسه السيمو ما جبرت نتعلم، تبارك الله عليه ناجح. وهنيئا لان الجرأه والخدمه هي هذه. كنهني كسيد الرئيس، كنهني جميع الاخوه والاخوات الحاضرين. قبل ما نرفعوا الجلسه واحد التصويره جماعيه خلال المنصه مباشره، ندخلوا في الجلسه الرسميه الاولى، الجلسه العامه الاولى مباشره. كنطلب الدكتور عبد الوهاب الحاج
إذا على بركة الله تصفيقة حارة على السيدات والسادة الرؤساء اللي سيروا ونورونا في هذه الجلسة الافتتاحية اللي كانت فيها مداخلات، فيها توجيهات، وفيها كذلك أرضية للنقاش. هي